السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي، ما تنسوش اول حاجة كده تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتدعوا لماما بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمها يا رب ويوسع قبرها كده. والله يا جماعة وحشتني قوي وحشنا حضنها، ربنا يرحمها يا رب برحمته الواسعة. طبعا حبايب قلبي بقى، الفيديو ده النهارده كده قلت لازم اطلع معاكم بالفيديو واوريكم الحاجات، يعني الحاجات الحلوة في حياتي. وطنطي العسل رقيقة، ربنا يخليها يا رب، والله محترمة جدا، ربنا يخليها لعيالها يا رب وتفرح بعيالها. طبعا بقى حبايب قلبي، لقيتها كده جايالي وجايبالي بقى ايه، تعالوا نشوف مع بعضينا. جايبالي ترنج، طبعا ربنا يخليها يا رب. طبعا يا حبايب قلبي، طنط دي ما سابتناش يوم وفاة ماما، وقعدت معانا والله وصبرتنا، وربنا يرحمها يا رب ماما، ويخلي لنا طنط يا رب، ما تحرمش منها ابدا. والله فرحانه دايما كتير وبتسال علينا، ومتسيبناش غير لما تسال علينا حبيبه قلبي. وطبعا بقى لقيتها جايب حاجه حلوه كده معاها، ربنا يخليها يا رب كده ويخليها لعيالها يا رب. طبعا بقى تعالوا نشوف مع بعضينا ايه الحاجه. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. عاوزه اقول لكم بصراحه ان هي مشكوره جدا جدا، ربنا يسعدها يا رب كده ويفرح قلبها زي ما فرحت قلب رميساء. لانها امبارح داخله علينا كده وجايبه الرميساء الطقم ده. ويوم وفاة ماما برضو يعني ما سابتناش يوم وفاة ماما وتاني يوم، وكانت بتجيلنا على طول. والله بصراحه يعني ما نتحرمش منها ابدا، هي طبعا قريبه مننا فاجت وزارتنا. وبصراحة ربنا يسعدها يا رب كده ويفرحها كده بأولادها يا رب، اللهم آمين. وريهم بقى كده يا رميساء الترنج اللي طنط طبعا جايباه ده لك. الترنج يا جماعه اهو. طبعا انا بحب الاشكال الكرتون والحاجات دي. شكله حلو اوي والله، ما طبعا تحرمش منك. شكله حلو ولونه حلو. وطبعا كده بقى ايه، ده البنطلون بتاعه بتاع الترنج اهو. ده البنطلون بتاع الترنج، شكله تحفة. طبعا هنا أرنب طبعا هنا بقى ايه، كلام كده بالانجليزي، شكله حلو كده، واللون بتاعه تحفة اهو، شكله جميل. تسلم ايدك يا طنط، ما تحرمش منك ابدا. ده البنطلون بتاعه. هو بصراحة ذوقه تحفة. وطبعا بقى دي بقى ايه، البيجامة هو نفسها. 3 قطع يا جماعة. هو 3 قطع. ده الجاكيت، وجواه فانلة كده اهي. الجاكيت والبلوزة بتاعته والبنطلون. الجاكيت والبلوزة، البلوزة دي اهي برضو عليها أرنوب اهي، ملاحظين الشنبات طبعا عليها الأرنب ده، شكلها جميل يا جماعة والله، وقمشتها تحفة. طبعا ديها هي بيضة من هنا كده، ولونها ايه، مش ابيض ابيض، اللي هو ايه، سكري كده سكري يا كده جماعة. اهو. وقمشتها جميلة يا جماعة، ولونها حلو وشكلها جميل روعة. وده الجاكيت بتاعها طبعا اهو. بقى الأوفر سايز طبعا شكلها جميل قوي. شوفوا هنا بقى، هنا الكلام وهنا الدبدب، ارنوب. الأرنوب. يلا طبعا بينا بقى يا هنا ايه، رميساء، ايه بصي قيسيها معاهم. ماشي. طبعا هنا جيب، ما ننساش بقى ان هنا جيب. بيوب يلا بينا نروح نقيسها وننزل. يلا بينا. شكلها حلو يلا اوي بينا والله يا نعمل جماعة، ايه. ما طبعا نتحرمش بقى اوريها منك لكم ابدا. بقى وهي مقفولة كده مفتوحة، يا اه جامدة جمودة. الجيب بتاعتها، جاكيت، الجيبة ايه، جاكيت. طبعا بقى ايه، استنى اقفلها لكم. ايه رايكم بقى وهي مقفولة؟ اوفر شكلها سايز حلو. جامد صح؟ تسلم ايدك يا طنط، ما تحرمش منك ابدا يا احلى طنط في الدنيا، وربنا يكرمك يا رب ويخليكي لعيالك، ورزقك يفرحك زي ما بتفرحيني كده. عايزين رأيكم بقى في البيجامة، واديها كام من 10. باي. وطبعا حبايب قلبي كده، لقيت المطبخ بتاع امل فيه كده كوبايتين وطبقين كده، قلت اما اروح اغسلهم لها. وطبعا كده بقى وانا بغسل معاكم، فما تنسوش تدعوا ماما بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمها يا رب برحمته الواسعة، ويوسع لها قبرها كده يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا حبايب قلبي، من ساعة ما ماما ماتت واحنا قاعدين نقول لكم مثلا ادعوا لماما سعيدة، ادعوا لماما سعيدة. طبعا ماما سعيدة كانت بتحب تدعي لكم،
وكانت متحبش تفتح البث الا عشان تدعيلكوا. وفي حبيب قلبها كان يقولها ادعوا لي الذرية الصالحة كده يعني حبيب قلبي. فبقى هي قالت تفتح بس كل شوية كده عشان ايه هي تدعيلكوا. طبعا ربنا يرحمها برحمته الواسعة يا رب. كلنا حزنين عليها والله، بس ربنا يصبرنا يا رب كده. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا حبايب قلبي ما تنسوش بقى تروحوا عند قناة حياتك احلى مع هايدي، تفعلوا لها الجرس كده وتدعموها وتقولها احنا في ظهرك يا هايدي. ما تنسوش برضو تروحوا عند امل اختي، خليكوا كده معانا كلنا وتشجعونا كلنا كده عشان نحس ان انتوا في ظهرنا ومعانا ومشجعينا في كل لحظة وفي كل وقت كده. وطبعا بقى حبيب قلبي كده بقى بدأت ان انا اغسل الاطباق، ارغي عليهم واسيبهم وبعدين في الاخر امسحهم وكده اغسلهم وكده. وطبعا حبايب قلبي انا اشكركم كلكم طبعا عشان انا ما كنتش متوقعه ان ما كنتش يعني متوقعه كده ان انتوا تحبوني للدرجه دي وخوفكم عليا وتشجعوني وتقفوا جنبي كده في فتره اللي هي ماما ماتت فيها. ربنا يرحمها يا رب ويخليكم ليا كده. وماما كانت بتحبكم وبتموت فيكم كلكم، فماما كانت نفسها ان احنا نكبر ونكبر قناتنا وانا ابقى دكتوره. فهحاول ان شاء الله ان انا اعمل لها كل الحاجات اللي كانت عايزاها. ربنا يرحمها يا رب. وطبعا حبايب قلبي انتوا برضو ما تنسوش بقى ماما سعيدة كانت قايله لكم ملكوش بركه الا رميساء، فملكوش بركه الا اني. وشجعوني كده في التعليقات وقولي لي يا رميساء تشجعي كده واعملي روتين وحاجات من دي. فوالله انا بقرا التعليقات بتاعتكم وبتشجع بالتعليقات بتاعتكم قسم بالله. اول ما اشوف التعليق بتاعكم كده بتشجع، بحس ان انا جالي طاقه ايجابيه غير طبيعيه كده. فربنا يخليكم ليا كده وما تحرمش منكم ابدا، وربنا يخليكوا ليا كده لاخر العمر وتخليكوا معايا لما اكبر 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 كده. وطبعا هفضل فاكراكوا لما افضل اكبر، يعني لما اكبر كتير قوي قوي كده في القناه وابقى يوتيوبر كده. اقسم بالله هفضل فاكراكوا وهفضل حبايب قلبي كلكم اللي بتدعولي وبتدعموني واللي مشتركين معايا. هفضل فاكراكوا حبايب قلبي كلكم في قلبي مش هتتنسوا لاخر العمر. طبعا حبايب قلبي كده بقى انا غسلت الحاجات الاطباق والحاجات فعدت على الكوبايات تاني. غسلتها تاني وكده. وطبعا بقى كده بما انا بغسل الكوبايات معاكم وبغسل المعالق متنسوش بقى اللايك والاشتراك. طبعا والله حبايب قلبي انا يعني ربنا اللي علم بيا والله بعد ما وفاة ماما انا تعبانه والله وقلبي مكسور وزعلانه قوي قوي على ماما. بس بقول ربنا يصبرني يا رب، واقول ربنا معايا ويصبرني كده. فيعني اللي هو ما فيش حاجة، يعني دي كانت اغلى حاجة في حياتنا كلنا. يعني ما فيش غالي بيتنسى او ما فيش عزيز وحبيب وقريب بيتنسى خالص لو مهما طال السنين، يعني مش بيتنسى خالص. والله انا بالليل كده وافضل افتكر الحاجات اللي بيني وبين ماما والذكريات وحبها وكلامها ويعني وخوفها علينا وخوفها على امل اختي وخوف علينا كلنا. والله انا بفضل افتكر الحاجات دي بيكون قلبي بصوا بتألم والله. اللهم اني صابر كما امرتني فبشرني كما وعدتني. انا بفضل ادعي دي على طول، بقول اللهم اني صابر كما امرتني فابشرني كما وعدتني. بفضل كده يعني بفضل اقول دي على طول كتير 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 كده عشان ربنا يصبرني لماما ورب يصبرني ويصبر اخواتي ويصبر حبايبها كلهم. طبعا برضو في ناس لسه بتفتح اليوتيوب وما كانش عارفة وفاة ماما، تفتح اليوتيوب بتقول لي والله انا ما كنت عارفة ان مامتك ماتت وكده. فهي بتجي يعني صدمة للكل، جت صدمة للكل. وجت برضو حبايب قلبي اللي ما كانش عندهم شبكة ولسه اول ما فتحوا لقت وفاة ماما واتفاجئوا كده.
احنا والله اتصدمنا صدمة عمرنا، ما كناش يعني مش كنا متوقعين كلنا، يعني مش واحدة واحدة، لا ما كناش متوقعين كلنا ان دي هتبقى اخرة ماما سعيد. وطبعا كلنا برضو هنروح عند ربنا، بس والله انا ما كنت عاملة حساب اليوم ده ابدا، يعني في حياتي كده. انتوا شوفوا بصوا، يعني اللي هو عارفين الحاجة اللي بتيجي في لحظة كده وتروح في ثواني، لما اكون فرحان بحاجة ومبسوط بحاجة وفي ثواني تقوم الفرحة دي يعني تروح في ثواني. فيعني دي كانت فرحتي وكل حاجة ليا. كان محزن اقول لها يا ماما انا حزينة، يعني تقف جنبي وتقولي لا طول ما انا معاكي ما تزعليش. ما كنت سيب يعني. هما سريرين، كنت اما انام على السرير التاني تيجي في نص الليل كده تقول لي ايه يا رميساء تعالي بالله عليك يا رميساء نامي جنبي. ما كناش بنسيب حضن بعض ابدا، ربنا يرحمها برحمته الواسعة. وطبعا يعني ما كناش يعني بنسيب بعض، وكنا برضو لما نروح عند حد ما كناش بنسيب بعض وبنفضل ننام في حضن بعض. عمري ما انا سبتها ولا هي بعدت عن حضني ولا انا بعدت عن حضنها. طول عمري يعني اللي هو متمسكة بيها يا امي وانا منتها وهي كل حاجة ليا. عمري ما توقعت ان هي هتموت كده وتروح في ثواني، واقسم بالله حزينة من كل قلبي. انا بطلع لكم وبعمل لكم فيديوهات، بس والله ما في حد عالم باللي في قلبي. ربنا يرحمها برحمته الواسعة يا رب. وطبعا حبايب قلبي ربنا يرحمها برحمته الواسعة يا رب. دي اللي هقوله عليها، ربنا يرحمها. الوقت ما عادش يجوز عليها الا الرحمة. ربنا يرحمها حبيبة قلبي ماما سعيدة، ويغفر لها يا رب كده كل ذنوبها، وتدخل القبر كده ومن غير حساب، وربنا يدخلها الجنة كده برحمته الواسعة. وطبعا كده بدأت ان انا بقى خلصت كل حاجة وكده وانا بنفض السجادة وهكنس معاكم كده اللي من المطبخ. فما تنسوش بقى تدعوا لماما سعيدة بالرحمة والمغفرة كده، ربنا يرحمها برحمته الواسعة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وتصلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا كده الفيديو قرب يخلص، في اخر الفيديو ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم يا رب، ويخليكم لينا كده يا رب، زي ما بتفرحوني وبتدعموني وبتدعوا لماما سعيدة. اللي يفرحني قبل الدعم وقبل كل حاجة الدعوة لماما سعيدة، ده اللي بيفرحني. طبعا كده اشوفوا وشكوا على الخير الفيديو الجاي، مع الف الف من سلامة. طبعا هتوحشوني، ما تنسوش برضو زي ما قلت لكم تدعوا على ماما سعيدة في صلاتكم، وما تقرأوا قرآن ادعوا لها برضو. ومع السلامة، اشوفكم على خير، ومع السلامة حبايبي.